ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا بقى من قناه بشعراوي. النهارده هشرح معاكم تطبيق فوتوبيا. تطبيق فوتوبيا هو تطبيق من الحاجات المميزه بتاعته ان هو ممكن ان احنا نشتغل عليه او نستخدمه من غير ما ننزل او من غير ما يكون ليه اب يعني ننزله. ممكن من خلال جوجل نستخدمه عادي. فوتوبيا من الحاجات اللي هي كويسه جدا، عامل زي اللي هو الفوتوشوب. ممكن ان احنا نستخدمه في تصميم وتعديل الصور مجاني بنسبة 100%. بيدعم ال PNG وال PDF، وكمان برضو بيدعم الملفات اللي هي بتبقى بال XD، او بيدعم كمان ال AI. فهو تطبيق كويس جدا، او مش تطبيق، هو ويب سايت بقى عشان التطبيق بتاعه مش موجود، هو ويب سايت على جوجل. فهنستخدمه كتير بقى في التصميم، وان احنا لو عايزين نعمل ديليت للباك جراوند او نقص منه اجزاء. ممكن نعمل كمان فيه شوية لوجو، سواء 3D او اللي هو اللوجو العادي يعني. ففي كمان print اللي هي الطباعة، لو عايزين نطبع حاجة عندنا برودكت وعايزين نعمله مثلا صور او عايزين نعمله ديزاين. ممكن نستخدمه برضو في ان احنا نعمل اي بوستس للانستجرام او الفيسبوك. لليوتيوب نفس الكلام. ممكن نستخدمه في كذا حاجة يعني. طيب زي ما انتم شايفين كده، ممكن كمان اي شخص عنده تشانل على اليوتيوب وعايز مثلا يظبط او يصمم صور، او اللي هو الصورة المصورة بتاعة الفيديوهات بتاعته، ممكن من خلال فوتوبيا يصمم او اللي هو يعدل. كمان ممكن نعمل اللي هو السيلبريت كارد، او اللي هو بتبقى اللي هي بتبقى عبارة عن شهادة تقدير كمان، او اللي هي عبارة عن الكارد، او اللي هي بنقدمها في المناسبات والحاجات دي كلها.
فمتوفر فيه حاجات كتير جدا. ممكن نعمل ميمز، اللي هو الميمز بقى بتاعة الفيسبوك والانستجرام او التيك توك. ممكن من خلال بقى الويب سايت ده نعمل الصور بتاعة الميمز. ممكن نعمل كمان كاردز زي ما انتم شايفين كده لأي حاجة معينة. هي دي الواجهة بتاعة الويب سايت من بره. هبدأ ان انا اجيبها لكم دلوقتي. بيكون فيها بقى كل التفاصيل اللي احنا عايزين نعملها. لو مثلا عايزين نفتح من خلال اللابتوب او الكمبيوتر، او عايزين اوريدي قوالب جاهزة، نبدأ ان احنا بس نظبط العرض والطول بتاعها والبيكسل والحاجات دي كلها. فدي كلها حاجات بقى بنبدأ نظبطها لو عايزين نعمل مشروع جديد برضو. فالتطبيق سهل، وكمان احلى حاجة فيه ان هو يدعم اللغة العربية 100%. فكل حاجة باللغة العربية هنا، فسهل جدا الفهم يعني فيه وكده. فالموضوع مش هياخد وقت ولا هيبقى صعب، بس ابقى فاهمة برضو. انا عايزة ادخل مثلا اعمل اكس دي مثلا، عايزة اظبط ملف، عايزة اعمل بملف هو بيدعم زي ما قلنا اكس دي والاي اي والبي اس دي والبي ان جي والبي دي اف والحاجات دي كلها. فده حاجة كويسة جدا. وسكتش برضو، مكتوب سكتش والاف اي جي او الجيف اللي هي عبارة عن الصور المتحركة. كل الحاجات دي برضو بيعملها او بيدعمها. وزي ما قلنا برضو بيبقى ممكن نعمل منه حاجات للفيسبوك او التويتر او اي بلوج. مثلا عندي اي مدونة عايزة اظبط فيها مثلا اي حاجة، هبدأ ان انا اظبطها ممكن على من خلال الفوتوبيا عادي. فالدنيا سلسة جدا في الويب سايت دوت، ومش صعب خالص. اتمنى يكون الشرح عجبكم. هو النهارده الويب سايت بسيط جدا في الفهم والشرح، ويعني حتى في التصوير ما خدش مني وقت، لانه هو تفاصيله بسيطه جدا. وحتى لو هبدأ فيه لأول مرة هيبقى الموضوع بالنسبة لي سهل. فأتمنى يكون الفيديو كان بسيط وسلس كده عليكم وتكونوا فهمتوه. وأتمنى انتوا تجربوا تستخدموا الويب سايت ده وتقولولي في الكومنتس ايه الدنيا. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله قريب، ومع السلامة.